الزمالك كالعادة الزمالك لازم يعكنن على جماهيره. كسبان 1-0، المدرب بتاعه لخبط في التغييرات، عمل تغييرات هلامية، تغييرات كلها سمك لبن تمرين، فادى الافضليه لفرقه الجونه اللي هي المفروض تكسب النهارده. خلي بالك الشوط الاولاني غلطه من صلاح مصدق، بياخدها المهاجم ويشوطها قنبله بتيجي في العارضه، ودي كانت المفروض جول. الشوط الثاني فاول بيتشاط بتيجي في العارضه ومن مسافه بعيده، كان المفروض تخش جول. والجون الثالث العالمي اللي الراجل جابه بتاع الجونه، كرة من جمله جميله جدا ما بنشوفهاش من لعيبه الاهلي ولا الزمالك، اتحطت من ورا الكابتن حسام عبد المجيد. الراجل بطنها للراجل اللي جاي، حط وش رجله في المقص، نفس الكرة اللي هي جت في العارضه اللي هي قبليها على طول. فالنهارده الجونه حق ربنا وصراحه ربنا ان هو ياخد التلاته بونت. الزمالك النهارده بيلعب اللعب اللي هو في منظره اكتر، في فرد عضلات، في ان احنا مش هنخسر فيه، فربك يعني كرمهم وخلاهم يتعادلوا في الاخر. الفنيات، انا شايف الفنيات كانت فرقه الجونه احسن من الفنيات بتاعت فرقه الزمالك. باختصار شديد، الزمالك النهارده لا يستحق التعادل، الزمالك النهارده يستحق الخساره وعن جداره وقبل المباراه عشان يفوقوا اللعيبه. وده اللي الناس كانت بتحذر منه، ان انت عندك بزيرة موقوف وطبعا وفاة جدته، وعندك بنتايك موقوف وما اعرفش مش عايز تلعب، وفي لعيبه بتلعب بالشوكه والسكينه، وفي لعيبه مش في دماغها خالص. فلازم التعادل ده النهارده يعيد حسابات الفرقه تاني عشان يرجعوا تاني لحالتهم في ماتش الاهلي. ونتفرج بقى على المباراه. النهارده الاهلي كان وحش والزمالك وحش، عايزين بقى نتفرج على ماتش يوم مباراه القمه اوحش واوحش. ليه؟ لان الفرقتين بصراحه يسدوا النفس. على العموم مبروك للجونه البونت اللي خده، وهارد لك للزمالك كان لازم يخسر عشان يفوق اكتر يعني.